أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. ينضم إلينا أعزائي المشاهدين أحد الطيور المهاجرة المصرية طبعا المهتمة بذوي الإعاقة، وهو واخد الدكتوراه والماجستير في رياضات ذوي الإعاقة. كان قبل ما يسافر الكويت رئيس الجهاز الفني للإعاقات الذهنية في نادي اتحاد الشرطة وفي نادي المقاولين العرب، وأصبح حاليا موجود في الكويت، وطبعا بخبرته بالنسبة للإعاقات الذهنية، وأيضا مدير فني لأحد الأندية بالكويت بالنسبة لكرة الهدف، وأيضا يشغل منصب عربي وهو عضو اللجنة العربية للإعاقات الذهنية. طبعا خبرة كبيرة موجودة معانا من النهاردة، وضيفنا اللي جاي أمس بالصدفة من الكويت، وإن شاء الله هيسافر وهيحضر بطولة السلة اللي كان موجود فيها كابتن أحمد بيبو، البطولة العربية اللي في السلة، وهو الدكتور كريم المصري. منور يا دكتور. أهلا وسهلا كابتن إيهاب. أهلا يعني وسهلا. أنا أولا بشكرك إنك امبارح وصلت من الكويت، وأول لما يعني وجهت لحضرتك الدعوة جيت على طول، مع إنك كنت تعبان جدا، لكن أولا أنا بشكرك. شرف ليا وجودي معاك كابتن إيهاب، شرف ليا وجودي في أبطال التحدي، لأن هو أبطال التحدي أنا مش ضيف عليه، لا ده أنا دايم الوجود في وسط البرنامج المتميز اللي بيعتبر من أهم البرامج اللي بتقدم إعلام محترف للرياضات البارالمبية على مستوى الوطن العربي. فأهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. طيب دلوقتي احنا حضرتك سافرت الكويت بقالك أكتر من سنة. عايز أعرف رياضة ذوي الإعاقة في الكويت، ودورك إيه حاليا في مع الأندية أو في رياضة ذوي الإعاقة؟ رياضة ذوي الإعاقة في الكويت هي رياضة ناشئة في بعض الإعاقات، وفي بعض الإعاقات الأخرى هي رياضة رائدة في مجال دول الخليج. لو هنتكلم في الرياضات الناشئة وهي رياضات ذوي الإعاقة الذهنية. الإعاقة الذهنية تعتبر نسبة كبيرة جدا تمثل من اللاعبين والرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية، ولكن عدد المشاركين والممارسين منها جوه دولة الكويت عدد قليل جدا مقارنة بالنسبة الإجمالية لذوي الإعاقة جوه دولة الكويت. ده بيجي نتيجة لقلة الكوادر الفنية وقلة الكوادر المختصة بالتعاملات مع الرياضيين من ذوي الإعاقة، وكيفية اكتشاف مواهبهم وكيفية اكتشاف الطاقات، لأن زي ما احنا عارفين ان الإعاقات الذهنية بيبقى عندهم بعض المشاكل اللي خاصة بالتعاملات، اللي خاصة بكيفية توجيههم لرياضة معينة على حسب قدراتهم وعلى حسب إمكانياتهم. ولكن في بعض الرياضات الأخرى اللي بتخص الإعاقات الحركية، فدولة الكويت من دول الرائدة في مجال الإعاقات الحركية، ومن ضمنها رياضة الكراسي، كرة السلة، كراسي متحركة. تعتبر دولة الكويت من الدول الرائدة في الرياضة دي، لدرجة ان هم يعني دايما كل موسم هم أبطال الخليج على المستوى العربي. 9 سنين اعتقد على التوالي. صحيح. هم وايضا الكويت مشهوره بالعاب القوى من زمان ومن فتره طويله، وعندهم كمان نجم الخليج كله كابتن نزار طبعا. الاسطوره كابتن نزار ده طبعا يعني كان بيلعب من 88 او اقل من كده كمان، وكان بطل في السباحه، كان جوكر وفي العاب القوى وفي السباحه والعاب القوى وكره السله. فده يعتبر أسطورة كبيرة جدا كابتن نزار رمضان، ده من دولة الكويت. وطبعا بصفة حضرتك وبعدين أنا عارف إن حضرتك دلوقتي بتمرن كرة هدف. صحيح، الإعاقات البصرية. هناك احنا مع دراساتي اللي ذهبت ليها لدولة ألمانيا، كان عليا ان انا اختار بعض الرياضات، مش رياضة معينة، كان لازم اختار نوعين من الإعاقة، فدرست الإعاقة الذهنية بجانب الإعاقة البصرية. ولما ذهبت للكويت بعد دراستي في ألمانيا، فلقيت ان الإعاقة البصرية فيها اهتمام اكبر من الإعاقات الذهنية هناك في دولة الكويت. فبدأت ان انا استثمر اللي انا درسته في دولة ألمانيا في ان انا اقدر اكون منتخب كويتي قادر على المنافسة على مستوى الخليج وعلى مستوى غرب آسيا،
ونقدر نطلع من الطاقات اللي موجوده من الاعاقات البصريه، لان الاعاقات البصريه مش الساده المشاهدين برضو لازم يكونوا عارفين ان في دوله الكويت احنا عندنا انديه متخصصه وليست انديه عامه لذوي الاعاقه، بمعنى ان كل اعاقه مختصه، كل اعاقه ليها نادي مختص بيها. فالاعاقات البصريه لها نادي هناك اسمه نادي البصيره الرياضي مختص برياضات ذوي الاعاقه البصريه. يعني يعتبر زي اتحاد كده. مظبوط. زي اتحاد في كل الالعاب. مظبوط. فبدأنا الحمد لله من 2019 في الإعاقات البصرية، كونا فريق قوي جدا، شاركنا في عدد كتير من البطولات، سواء في البطولات غرب آسيا أو بطولات عربية تقام سنويا في دولة الأردن. قدرنا نكون في دعم هتلاقيه من النادي للأبطال وبالنسبة لمعسكراتهم وسفرياتهم. كل الدعم بيتقدم من دولة الكويت والقيادة المتمثلة في سمو أمير البلاد الشيخ نواف، والإدارة الرياضية المختصة باللجنة البارالمبية الأستاذ ناصر العجمي، أستاذ شافي، أستاذة شريفة الغانم. كل الإدارة بكل المختصين اللي فيها بكل مجلس الإدارة هم مهتمين بمجال الإعاقة بشكل عام، وكل نادي من الأندية اللي موجودة هناك هي مختصة ومهتمة بدعم لاعبتها من ذوي الإعاقة باختلاف درجات الإعاقة بتاعتهم. طب فرصة بقى، احنا معانا دلوقتي يعتبر خبير في مجال الإعاقة الذهنية. في بعض الأسئلة أو في بعض التضارب في الاختصاصات، أو في بعض الناس مش واخدة بالها أو ما تعرفش إيه الفرق بين السبيشال أولمبيك، طبعا دي بتهتم بالإعاقات الذهنية، وبين الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية. ايه الفرق بين ده وبين ده، على اساس حضرتك خبير واشتغلت هنا واشتغلت هنا، لان في بعض الناس لغايه دلوقتي فاكرينهم واحد، فازاي حضرتك تجيب لنا ايه يعني تفصل بين الاثنين دول ازاي، والمسؤوليه دي تبع ايه وده تبع ايه؟ بص كابتن ايهاب، اولا احنا في مصر بقى عندنا خبرات كاملة وواضحة بالنسبة للفرق ما بين مؤسسة الأولمبياد الخاص ومنظومة الرياضة اللي بتتبع الاتحاد الرياضي لرياضات المعاقين ذهنيا. ولكن مع وجودي على المستوى العربي واحتكاكي بالزملاء في الدول العربية اكتشفنا اكتشاف كبير ان في خلط كبير في الدول العربية ما بين الرياضات التنافسية البارالمبية وما بين منافسات الأولمبياد الخاص. ومن النقطة دي احنا حابين نوضح لكل السادة الخبراء مش بس في مصر وكمان اللي على مستوى العربي ان الأولمبياد الخاص مؤسسة تتبع داخل مصر، مؤسسة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، هي مؤسسة غير ربحية هدفها خدمة ورعاية اللاعبين أو الرياضيين من ذوي الإعاقة، ولكن بتصنيف واختلاف الإعاقات بتعتمد تصنيفها على القدرات، على الإعاقة الذهنية. جميع اللاعبين أو الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية يقدروا يشاركوا في الأولمبياد الخاص. جوه الأولمبياد الخاص في تصنيف بيعتمد على القدرات ما بين الإعاقة البسيطة والإعاقة المتوسطة والإعاقة الشديدة، فكل اللاعبين مظبوط في الأولمبياد الخاص كل اللاعبين يقدروا يشاركوا تحت شعار دعونا نشارك فإن لم نستطيع فدعني أكون شجاعا في المحاولة. وكلنا فائزين. كلنا فايزين. يعني حتى أنا أعرف إن في النسبة للميداليات ياخد الاول والثاني والثالث ميداليه، والرابع من شارات حتى الثامن. مظبوط كده. يعني الكل داخل. مظبوط. اروح معايا 100 واحد ممكن ارجع ب 100 ميداليه. مظبوط. يعني ده جزء يعني يعتبر. وبعدين في حته كمان انها اسمها الالعاب الوطنيه او الالعاب العالميه. صحيح. كلمه العاب وليست رياضه. صحيح. يعني ما نقدرش نقول بطوله العالم للاعاقه الذهنيه في السبيشال اولمبيك، تقول ايه؟ الالعاب. فكلمة الألعاب دي غير بطولة زي بطولة الإعاقات الذهنية. الأولمبياد الخاص كمان ليها المركز الرئيسي في الولايات المتحدة، وهو المركز الأولمبياد الخاص الدولي. من تحتيها مكاتب وطنية بتضم كل الدول المشاركة من الأعضاء في المكتب الرئيسي في الولايات المتحدة. هم عاملين منظومة مختصة بسيستم معين ونظام معين في التصنيف ونظام معين في إدارة المسابقات والدعم كمان. مظبوط. أما نرجع بقى للرياضات التنافسية، وهو ده اللي فيها خلط كبير جدا
بدأنا نوضحه من 2014 جوه مصر، وحاليا في الاتحاد العربي بنبدأ نوضحه على مستوى الدول العربية المشاركة في الاتحاد العربي، ألا وهو الرياضات الإعاقات الذهنية اللي بتعتمد أو التابعة للجان البارالمبية الوطنية في كل دولة. بمعنى ان احنا في الاتحاد العربي او الرياضات اللي بتخص البارالمبيكس هي رياضات بتختار اللاعبين الإليت او النخبة من الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية علشان يقدروا يدخلوا هذه الألعاب، لأنها مبنية على قواعد وأحكام ولوائح المختصة بجميع قواعد وقوانين الألعاب أو القوانين الدولية للألعاب الرياضية اللي موجودة لاتحادات الأسوية. وبالتالي سؤال، سين أو اللاعب سين ده ممكن يكون تصنيفه في السبيشال غير تصنيفه في الإعاقات الذهنية؟ حقيقي احنا عندنا تصنيف في الأولمبيات الخاص مبنية على تصنيفات. التصنيفات دي بيخش الولد للمسابقة، يبدأ في خلال يحدد الرقم والقدرة اللي يقدر يتصنف فيها مع أقرانه من نفس القدرات، ومن خلالها يحصل مسابقات ونهائيات يختص بيها المجموعات الرياضية من كل ديفيجن من الديفيجنات اللي موجودة جوه المسابقة الواحدة. أما لو رحنا لمسابقات الاتحادات أو الاتحاد الدولي للفيرتوس وهو الاتحاد المنظم للرياضات التنافسية تبع احنا عندنا هنا في مصر فيها المهندسة أمل مبدع عضو مجلس إدارة الفيرتوس، مظبوط، ورئيسة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، الباشمهندسة ورئيسة أمل اللجنة كمان العربية. صحيح. الباشمهندسة أمل تشرف كرئيسة الاتحاد المصري لرياضات المعاقين التابع للاتحاد الدولي لرياضات المعاقين الفيرتوس للإعاقة الذهنية، وهو اتحاد بيختص وبيهتم بالرياضيين من الإليت زي ما ذكرنا قبل كده، من الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية. الرياضة هنا رياضة تنافسية بحتة مبنية على قوانين الاتحاد الدولي للعبة اللي هيتنافسوا فيها. بنختار فيها النخبة من هؤلاء الرياضيين من أجل المنافسة ما بينهم وبين بعض. طيب تصنيفهم ازاي؟ تصنيفهم مبني على مستوى الذكاء، مستوى الذكاء المعتمد على المصنفين المعتمدين من الاتحاد الدولي لرياضات المعاقين ذهنيا. في الأولمبيات الخاص ما فيش مصنفين، هنا في مصنفين. يعني حتى لو انت معاك اي كشف طبي او اي ما يثبت ان انت من الرياضيين من ذوي الاعاقه الذهنيه، فده كشف مبدئي للموافقه لحين اعتماد المصنف المعتمد من الاتحاد، سواء الاتحاد المحلي للعبه او الاتحاد الدولي الفيرتوس لو انت اللاعب ده يقدر يشارك على المستوى الدولي. حتى اللي انا اعرفه ان التصنيف بياخد وقت ومكلف. صحيح. تصنيف صحيح. بالنسبه عشان تعتمد شخص بيبقى من الفيرتوس او الاتحاد الدولي او يجيب مصنف دولي، دي بيبقى فيه هناك اجراءات كتيره جدا عشان يعرفوا ايه التصنيف الحقيقي للاعب. ده في مفاجاه كمان، عدد الدول اللي بيها مصنفين وقادره على اعتماد لاعبتها للمشاركات الدوليه البارالمبيه او على مستوى الاتحاد الدولي للفيرتوس عدد ما بيتعداش الاربع خمس دول من المصنفين، منهم دوله مصر. تمام. اما بقيه الدول العربيه للاسف ما عندهمش مصنفين، وهو ده العائق المباشر في فكره اهتمام هذه الدول بالعاب ورياضات ذوي الاعاقه الذهنيه، لان عشان تقدر تدخل وتقدر تتنافس لازم يكون عندك مصنف محلي معتمد من الفيرتوس، فده مش متوفر. هتحتاجوا بقى دراسات عشان يبقى عندك مصنف معتمد في كافه الدول اذا كانت العربيه، وده طبعا مجهود كبير اولا من اللجنه العربيه. صحيح. ومن مهندسه امل بصفتها الاتحاد العربي، الاتحاد العربي والافريقي طبعا والدولي. صحيح. ازاي انشر عدد للمصنفين يبقوا كتير عشان حتى الناس تبقى عارفه ابني هيقدر يروح فين، يبقى انا عارف تصنيفه ايه وبالتالي ايه رقمه بالنسبه للبطولات العالميه. هي دي اول نقطه احنا بدانا نشتغل عليها في الاتحاد العربي. من بداية إشهار وإعلان الأعضاء لجنة الاتحاد العربي للإعاقات الذهنية بدأنا نحط بلان. البلان ده مش معتمد على إقامة بطولات ولقاءات رياضية بس، ولكن احنا بدأنا وكنا مؤمنين بفكرة أنا والسادة الأعضاء وعلى رأسهم الباشمهندسة أمل مبدع لفكرة بناء قاعدة كاملة
من البيانات اللي نعرف من خلالها مدى احتياج الدول العربية لتنفيذ وإقامة البطولات الرياضية. فاكتشفنا ان 80% من الدول العربية ما عندهاش ثقافة وإمكانيات اللي تقدر تأهلها للانضمام للرياضات الدولية التابعة للفيرتوس، لأن مفيش مصنفين، مفيش مدربين متخصصين بالشكل الكافي، ما عندهمش فاكرينهم أولمبياد خاص. مظبوط. يعني نفس مظبوط. يقول لك ان ده هو ده. الكرايتيريا الخاصة باختيار المدربين هنا غير الكرايتيريا والمعايير اللي خاصة باختيار المدربين في الأولمبياد الخاص. فبالتالي حصل ازدواجية. طبعا الهيئتين مهمين جدا بالنسبة للرياضيين من ذوي الإعاقة، ولكن كل هيئة منهم رايحة في خط مختلف عن الخط الثاني، مفيش تعارض ما بينهم. جزء ترفيهي وجزء منافسي. مظبوط. مظبوط. لو احنا هنقول الأولمبياد الخاص هو جزء يعتمد على الرياضة للجميع والترفيه لذوي الإعاقة من خلال الرياضة، كل يشارك. اما رياضات الاولمبيات البارالمبيه ورياضات الاتحاد التابعه للفيرتوس هي رياضه تنافسيه بحته، بتعتمد على النخبه من الرياضيين، بتعتمد على ارقام وقوانين. مفيش انا عايز اقول لك خلاف. كمان حاجه، ان هناك بعض اللاعبين من الاعاقات الذهنيه ممكن يشاركوا في الدورات البارالمبيه. مظبوط. بيبقى اذا كان في السباحه او العاب القوه بيبقوا في تصنيف معين، عارف ان ده يقدر يشارك في الدورات البارالمبيه. حاليا احنا في مصر الاتحاد الدولي، الاتحاد المصري لرياضات المعاقين ذهنيا، في بقالهم 6 اشهر في اقامه معسكرات مغلقه في المركز الاولمبي لالعاب مختلفه زي العاب القوه والسباحه والتنس الارضي. مهتمين جدا في الاستعداد لاعبتنا، عندنا فعليا لاعبين في صدد الصعود والتأهل لبطولة العالم في باريس 2023 القادمة. ففعليا احنا عاملين في مصر خطوات متقدمة مختلفة وزايدة عن الدول العربية الأخرى، اللي احنا أصبحنا دولة رائدة بالنسبة للدول دي في نقل الخبرات والتجارب المحلية ليهم على المستوى العربي. أنا أظن أنا يعني بسألك كتير لأن فرصة لقيت حد متخصص في المجال ده وفاهم، فعشان كده بقعد أسألك على الفرق وإزاي أروح أتمرن وطبيعة المعاملة. هل هناك اختلاف بين اللاعبين أو التكنيك في الأداء، إذا كان تدريب ألعاب قوة أو سباحة أو كده، بين اللاعب اللي يقدر يلعب أولمبياد خاص وبين اللاعب اللي هتعده يبقى تبع الاتحاد الإعاقات الذهنية أو الفيرتوس؟ هل في اختلاف ولا كله بيتمرن بنفس السيستم؟ بص، الاختلاف من الناحية التدريبية هي ناحية تدريبية مختلفة، لأن احنا هنا بنعتمد على قوانين زي ما ذكرت قبل كده، بتعتمد على قوانين الاتحاد الدولي. أما في الأولمبياد الخاص فهي بتعتمد على فكرة المشاركة. السباقات اللي موجودة في الأولمبياد الخاص تختلف، ممكن تختلف أو تتشابه مع رياضات الاتحاد الدولي للفيرتوس أو الاتحاد المحلي المعتمد على الرياضة التنافسية، ولكن في التدريب بتختلف نوع الإعاقة. يعني الولد ده أو اللاعب الرياضي ده يقدر أقول من خلال التدريب واختباره إن ده يقدر يشارك في أنشطة الاتحاد الدولية، لأنه هو قادر ومستوى ذكائه يؤهله ومستوى الحركة يؤهله لذلك. ولكن في الأولمبياد الخاص أنا أقدر أجيب أي لاعب رياضي من ذوي الإعاقة الذهنية خليه يشارك سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، وباختلاف درجات أعمار السنية. أما في الألعاب الدولية للفيرتوس هي ألعاب مفتوحة للكبار وليست بها قطاع للناشئين يختص بالرياضات، مفتوحة للكبار، كل تقدر تشارك بأي عمر من الأعمار، ولكن محدود ليها كلاسيفيكيشن. مع عضوية السيدة المهندسة أمل مبدة في الاتحاد الدولي فادتنا كتير جدا، لأن احنا كنا بنقدم اقتراحات من خلال 2004 من بداية 2014 لغاية 2018 ان ازاي الاتحاد الدولي يبدأ يطور نفسه للرياضات الإعاقات الذهنية في تصنيف داخلي للإعاقات. زي ما حضرتك عارف ان احنا جوه الإعاقات الذهنية عندنا إعاقات لاضطرابات طيف التوحد، واعاقات لمتلازمه داون، واعاقات للرياضيين من تاخر العقلي. استحاله الثلاث دول يلعبوا مع بعض، مستحيل. قدراتهم مختلفه من حيث الرياضه، من حيث مستوى الذكاء، من حيث كل شيء.
فكان من الظلم البين ان احنا نقدر نجيب الثلاث اعاقات نخليهم يتنافسوا مع بعض. مع تقديم المقترح من الباشمهندسه امل للاتحاد الدولي اصبح هناك ثلاث تصنيفات داخل الاتحاد الدولي بيتم تصنيفهم، الداون لوحده والتوحد لوحده والتاخر الذهني لوحده. هل التاخر الذهني يعني التاخر الدراسي؟ يعني لا. في ناس يقول لك انا متاخر دراسيا، يجي مثلا يقول لي انا كدراسه ضعيف شويه، هل ده يعتبر جزء من التاخر الذهني ولا يعني بتعرفه ازاي؟ او هل بيقدر يلعب ولا يكون واحد سوي بس عنده تاخر دراسي؟ بشكرك على السؤال ده لانه سؤال برضو فيه خلط. ايوه، ما عشان انا في بسال خلط. ليه؟ انا بشكرك. لان انا كنت مستضيف واحد من هنا من 10 سنوات في بيلعب، فبقول له انت اصابتك ايه؟ قال لي عندي تاخر دراسي، وراح بطولات وجاب ميداليه. فانا يعني هل ده التاخر الدراسي هيبقى ايه؟ هيبقى ذهني ولا سبيشال ولا ايه بالظبط؟ بص كابتن ايهاب، عندنا في الاعاقات الذهنيه المسطره اللي بنشتغل عليها لتحديد اللاعب ده من ذوي الاعاقه الذهنيه وايه جوه الاعاقه الذهنيه مسطره. المسطره دي بتعتمد على ستانفورد بنيه الصوره الخامسه DMS 5. بيعتمد فيها، بيجي المصنف المعتمد من الاتحاد المحلي سواء في الانشطه المحليه يجي يصنف اللاعب ده من خلال الاختبارات المنوط بيها جوه الاختبار الستانفورد بنيه. من خلالها بيطلع رقم احصائي. الرقم الاحصائي ده بيحدد لنا على المسطره بتاعتنا الولد ده في انهي درجه من الاعاقه. درجه الاعاقه يعني الاسئله موجوده، مظبوط، جاوب على ده، جبت درجه معينه دي هتوديك فين؟ تقدر توديك فين. احنا عندنا لاعبين عندهم تاخر دراسي. كلمه تصنيف تاخر دراسي هو من المنظور التربوي. ده تصنيف من المنظور التربوي، احنا ما بنعتمدوش في تصنيفاتنا من الناحيه لكن ممكن يلعب سبيشال، يقدر يلعب سبيشال، يقدر يلعب عندنا لانه هو كام في التاخر الدراسي، درجته كام على التاخر الدراسي، لان في خلط في ده. احنا عندنا لاعبين عندنا اسمهم قصور ذهني، يعني اللي هم الاعاقه البسيطه خالص اللي نقدر من خلالها يقدر يشارك او ما يقدرش يشارك. احنا عندنا لاعبين هنا كانوا متميزين جدا وشطار جدا في الرياضات الخاصه بيهم، لما طلعوا بره في مسابقات دوليه اصبح ان هم غير قادرين على المشاركه بعد كده لان اصبحهم قصور ذهني. فمش ضمن منظومه الرعايه المهتمه بيها الاتحاد الدولي للفيرتوس. فالموضوع هنا في خلط دايما ما بين تصنيفات الاعاقه. احنا بنعتمد على درجه، الدرجه دي من خلال الاختبار ده مين يحدده؟ المصنف المعتمد من عندنا. من خلالها نقدر نحدد اللاعب ده يشارك معانا ولا ما يقدرش يشارك معانا. بس يعني هي دي على اساس ايه؟ ليه انا يعني انا عايز اتكلم فرصه بقى، انت موجود تحت امرك وانا في المجال، فلازم اخلي كل الناس اللي مشاهدين يعني مش عايزين اسئله، يعني الاسئله كل اللي في دماغكم احنا مجاوبين عليها. ان احنا عرفنا دلوقتي الفرق بين التاخر الدراسي والقصور الذهني، ايه الفرق بين الاولمبياد الخاص وبين الاتحاد الرياضي للاعاقات الذهنيه او الفيرتوس. هناك يعني ممكن نقول اللاعبين المتميزين في الاولمبياد الخاص هم اللي ممكن يشتركوا في الاعاقات الذهنيه. ده التعريف البسيط اللي نقدر نلخص بيه كل الفقره بتاعتنا. ذاكرين احنا يعني جدا جدا. هو فعليا المتميزين من اللاعبين الرياضيين من الاولمبياد الخاص هم الفئه المستهدفه بالنسبه للاتحادات التابعه للجان البارالمبيه، الفراوده يعني. اللي هم الفراوده او النخبه او المتميزين او ايا كان. طبعا كل ولي امر هو عارف قدرات ابنه من خلال المشاركات، فما ظلموش في مكان معين ما يكونش غير قادر عليه. صحيح، لان هنا بيعتمد على ارقام. هنا بيعتمد على لو هو بيلعب العاب فرديه فهو بيعتمد على ارقام تاهيليه. اما في الاولمبياد الخاص فهو بيعتمد على مشاركه واختيار الهيئه ليه. وبعدين بقى يعني ازود كمان، احنا قلنا المتميزين او النخبه من السبيشال بيلعب في الاعاقات الذهنيه. صحيح. والنخبه من الاعاقات الذهنيه بيلعب فين؟ مع البارالمبيك، اللجنه البارالمبيه. صحيح. يعني أنا وبرضه في خلط في الحته دي في النقطه ما بين يعني ايه بارالمبيكس وبطولات البارالمبيكس وما بين البطولات الخاصه بالفيرتوس والاتحاد الدولي. برضو ده في خلط لان احنا مع بعض بنتكلم يعني صحيح. يعني دي الفرصه. صحيح. احنا في الجزء ده بتختلف لحسب معرفه
سواء الكادر او المتخصص او المدرب لرياضات المعاقين او مجال رياضات المعاقين على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. بمعنى ان هي خطوات. عندنا اتحاد محلي ونشاط محلي، اللاعب قدر يتميز على النشاط المحلي وقدر يحقق ارقام متميزه. الارقام المتميزه دي نجيبها منين؟ بنجيبها من الارقام المؤهله للفيرتوس والاتحاد الدولي لرياضات المعاقين ذهنيا، من خلالها يشارك بيها كمنتخب ممثل رسمي من وزاره الشباب والرياضه، يقدر يشارك بيها في بطولات العالم اللي بتنظمها الاتحاد الدولي لرياضات المعاقين ذهنيا. قدر من خلال بطولات العالم واللقاءات الدوليه المعتمده من الفيرتوس، يقدر من خلالها يبقى اللاعب ده مؤهل للمشاركه في البطولات البارالمبيه والالعاب البارالمبيه اللي بتنظمها اللجان البارالمبيه الدوليه. يعني انا بس حبيت ايه ان احنا نبين الدنيا، وفرصه جميله يعني تواجدك معانا. فده ملخص كامل عن الرياضات. وده على فكره انا قاصد، لان انا عارف ان حضرتك ما شاء الله نشيط، حضرتك ولجنه الكره، لجنه الاعاقات الذهنيه في الاتحاد العربي، ودي وهتبقى وبعد كده ممكن تدوا محاضرات لبعض الدول عشان يعرفوا الفرق الحقيقي بين ان كلهم المعظم او 80% او 60% عندهم خلط. احنا كده النهارده بقعده يعني صحيح. خدنا درس حصه. انت ما شاء الله، انا بسأل انت بتجيب، وبعدين احنا كلنا في المطبخ الرياضي عارفين، ففي ناس كتيره بعيده ما عندهاش ممكن ناس مش عارفه تسأل، يعني في بعض الناس مش عارفه السؤال ازاي، صحيح. ففرصه ان احنا موجودين صحيح. وبنقدر نحكي. وافتكر يعني من الحلقات اللي انا اعتقد انها هتبقى مؤثره على الدول العربيه في هذا التخصص او هذا المجال. صحيح. وانا بشكر حضرتك على الاسئله القيمه اللي فعلا في محلها، لان المجال عندنا هو مجال بكر في بعض الدول العربيه. تعال نقول ان الحلقه دي هيتم تعميمها على مستوى دول الاعضاء في الاتحاد العربي، وبالاخص لجان الاعاقه الذهنيه، لشرح الاسئله اللي حضرتك قلتها، فاصبحت بالنسبه لهم منهج يقدروا من خلاله يعرفوا الفرق ما بين المؤسستين. الاسئله مش معده، يعني الاسئله بين الكلام والجي وفرصه انت موجود صحيح. وانا بشكرك، الوقت جري، وكلمه وان شاء الله احنا هنشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي في الكويت، وكلمه تقولها للساده المشاهدين قبل ما نختم الحلقه، او يعني سايب لك دقيقه. انا بشكر حضرتك وبشكر الساده المشاهدين. عايز اقول ان اولادنا غاليين جدا علينا، وعارف ان كل ولي امر سواء اب او ام فهو حابب ان يكون ابنه هو افضل شخص في الدنيا دي كلها. فالرياضه شيء مهم بالنسبه للاعبين ذوي الاعاقه الذهنيه. الرياضه بالنسبه لهم هو المتنفس الطبيعي لتفريغ الطاقات الخاصه بيه. خلينا نقول مش شرط ان الولد يبقى بطل رياضي يكسر الدنيا، ولكن لمجرد ممارسته للرياضه فاصبح هو بطل في عيون كل اللي حواليه، لان هو قدر يعبر عن اللي جواه، وقدر من خلال الرياضه يكتسب ثقه ومعارف وقدره على التعبير هو مش يقدر ينميها او يتمرن عليها في اي مكان تاني. دكتور كريم المصري، طبعا خبيرنا في رياضه ذوي الاعاقه واللي مقيم حاليا في الكويت، انا بشكرك على هذه الحلقه الدسمه المليئه بالمعلومات، وان شاء الله لما تيجي كل ما تيجي ان شاء الله شرف تنورنا ان شاء الله. شرف ليا يا كابتن. وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم في العيد مع بطل اخر من ابطال التحدي.